لما تفاجأ ان ابنك انت اديته الفلوس وهو راجع لك البيت وحالق هذه الحلقة، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ كلنا عندنا أولاد. النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان بيهتم بأطفال المسلمين، مش إن مجرد إن الأب ده ادفع فلوس وروح اعمل اللي انت عاوزه، احلق والبس اللي انت، لا. النبي لما استشهد جعفر رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أولاده، لقى شعرهم كبير، قال ادعوا لي الحلاق. وباشر النبي بنفسه، اهتم النبي بنفسه على الحلاقة وباشر الحلاقة. ده هذه الحلقة اسمها القزع، نهى النبي عنها. ليه؟ حلق الشعر من الجوانب أو من مؤخرة الرأس أو من الأمام، قال احلقوه كله أو اتركوه كله، أما كده لا. هذه تغيير لخلق الله عز وجل وتشبه بغير المسلمين. لما اشوف اي ولد من الاولاد دول اقول له يا ابني انت حالك زي مين من الناس يا ابني؟ ابوك بيحلق كده يا ابن عمك بيحلق كده، جدك بيحلق كده، بمن تتشبه يا ابني؟ فنهى النبي عن هذه الحلقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأب لابد يكون له دور في الأمر ده، مش الأب بيوكل ويشرب ويلبس ويعلم وخلاص، أبدا. أنت مسؤول أمام الله عز وجل، ديت معصية لله وللرسول، فأنت مسؤول أمام الله عز وجل. يعني عبد الله بن عمر لما عمل عنده ابن اسمه بلال، قال له يا ابن الرسول بيقول كذا، قال له لا أنا مش عامل، فقال والله لن أكلمك، وفعلا لم يكلمه عبد الله بن عمر لغايه عبد الله بن عمر ما ماتوا هو ما بيكلمش ابنه. فانت ابنك تقول له مش انا اديتك الفلوس، والله ما انت واخد مصروف بعد كده، والله ما انا واكل معاك، والله لن اكلمك. ديت انت بتنقذه من النار وبحريص على دخول الجنه، مش الدنيا تكون اكبر همنا. فانت مسؤول ايها الاب، مسؤوليه كامله امام الله عز وجل. الامر الثاني، اعرف، دي رسالة لإخواننا الحلاقين، في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما دام النبي حرم الحلقة دي، يبقى الفلوس اللي انت هتحطها في جيبك حرام، دخلت على أولادك وعلى أكلك ورزقك وتعليم أولادك حاجة حرام. فانت خلي بالك عشان ما تدخلش على أولادك حاجة حرام. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالبركة، ان هم يكون فيهم بركة. ربنا يبارك لك في صحتك وفي أولادك وفي حياتك. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، جزاكم الله خيرا.